يلا بينا نعمل سلطة تنفع كوجبة عشاء خفيفة، وكمان تنفع جنب أكلة سي فود، تنفع لوحدها كوجبة كاملة متكاملة للناس اللي بتعمل دايت. أول حاجة هنعمل الدريسنج، وهو عبارة عن كوباية من الزبادي وعليها معلقة من الخل وكمان عصير ليمونة كاملة ومعلقة من زيت الزيتون، وهنحط عليهم كمان معلقة صغيرة من التوم الباودر والبصل الباودر والبابريكا وملح ونص معلقة من الفلفل الاسود، وكمان هنحط معلقة من الهوت صوص او ممكن تضيفوا مايونيز بدلها او تضيفوا الاتنين. بعد كده هضيف 100 جرام من المكرونة المسلوقة، وهحط عليهم تشكيلة من الفلفل زي ما انتوا شايفين. انا حطيت احمر واخضر واصفر، انتوا حطوا المتاح عندكم. كمان حطيت بصل اخضر، ممكن بداله تحطوا بصل احمر. حطيت كابوتشا، لو مش موجودة حطوا خس بلدي او كرنب، المتاح عندكم استخدموه، وانا قلت لكم برضو بعض البدائل. حطيت علبة تونة مفتتة ومتصفية. اخر حاجة هضيف زيتون، وهميكس كل دول مع بعضه، وبس كده هيكون جاهز عندنا ميكس من الأطعمة التحفة. لو في اي حاجة من المكونات دي مش بتحبوها شيلوها او استبدلوها باي حاجة تانية تكونوا بتحبوها. في ناس بتحب تحط الطماطم والخيار، بس انا ما فضلتش ان انا احطهم. وبعيدا عن موضوع الزفارة، السلطة دي لو اتبقى منها حاجة وفضلت لتاني يوم، الطماطم والخيار طعمهم هيتغير. بس كل المكونات اللي انا احطها دلوقتي دي انا ضامنة 100% ان هي مش هتتغير. وبس كده جربوها وان شاء الله هتعجبكم. انا سارة هلال، لو الوصفة دي عجبتكم متنسوش تعملوا لي لايك وتتابعوني. اشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.